اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الروتين ديال الغداء ديالي في الكوزينه. هنا خديت الدجاج اللي غادي نديرو على طريقه الدجاج مدغمر اولا دجاج العراس. درت هنايا طريفات ديال الدجاج، عندي المصير اللب ديالو، عندي دويمه الزعفران، ثلاثه الفصوص ديال الثومه والربيع اللي مغسول. كندير كلشي في الكاس ديال المونينيكس وكنضيف عليهم تقريبا نصف كاس ديال الماء وكنطحن كلشي. من بعد ما كنطحنهم كنديرهم فوق الطريفات ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج فالكميه يعني اللي بغيتو نتوما، انا هنا درت طريفات يعني انا وليداتي. وبالنسبه لهاد الدجاج كنخليه كيتشرب بهذيك العطريه الاولى فوق البوطه، وكنزيد عليه كي تشوفوا الكمون، الابزار والسكينجبير وشويه ديال الخرقوم، وكنخلي الكل يغلى مزيان حتى كيغلى. كناخذ البصله، عندي تقريبا هنا 2 بصلات درتهم في الغاشواغ ديالي، غادي نديرو يتطحن، ومن بعد غادي نضيفهم على المريقه ديالي. هنا المريقه كتغلى ودرت عليها البصله. بالنسبه للبصله غنخليوها تاخذ الوقت ديالها، وغادي ندير او ميم طون الزيت. بالنسبه كي قلت لكم البصله غنخليها تاخذ الوقت ديالها حتى ما تبقاش عاطره ريحتها، يعني كتتشرب مع المريقه. وغادي نسد الكوكوط ونخليها طيب على عافيه مهيله. بالنسبه للبطاطا هنايا قليتها، وبالنسبه للسير ديال البطاطا باش تجي مقرمشه كندير عليها الخل والملحه، وغادي ندير عليها الماء كثير، وغادي نخليها واحد نصف ساعه تقريبا حتى كتشرب هذاك الخل والملحه، وكنخليها على جنب. هنا من بعد ما درت بطاطا، هانتوما كتشوفوا فرح الدجاج كيجي مدغمر وزوين وكيكتسب داك اللون المحمر. وهنا بطاطا صفيتها باش نقليها، وغادي ندوز نوريكم الكواليس ديال الكوزينه كالجدب. هانتوما كيف كتلاحظوا كلشي مرون، كلشي ماشي في بلاصتو. فقلت لي مالا كلشي كيبين لكم غير الجانب زوين ديال الكوزينه انها مرتبه ومقاده. علاش انا ما نوريكمش اشنو كيبقى لينا من بعد ملي كنقادو الفطور والغدا. هنا ملي ساليت الكوزينه غسلت الماعن ورتبت كل حاجه في بلاصتها وكل حاجه جات في بلاصتها، وقليت بطاطا. الدجاج هنا ديالي راه تتغمر، غنحط القياس الطبسيل. انا خليت المريقه شويه ما عقداش بزاف على قبل الوليدات باش يغمسوا. اللي بغى المرقه تجي خاطره يديرها تختار كتر، ومع السلامه.